ازيكم يا جماعة؟ عودة حميدة للنادي الأهلي، مباراة بعنوان كله نسى بطن رجله في البيت. إمام عاشور كل كورة بيلعبها بوش رجله من ساعة الكرة اللي صنعها لمحمد صلاح، وكله بيلعب بوش رجله يا باشا. حتى تريزيجيه في الشوط التاني جات له كوره كده قام لعبها برده بوش رجله، المفروض يلعبها ببطن رجله. جراديشار جاله انفراد قام لعبها برده بوش رجله في انفراد غريب ضيعه. ولسه جايب جون عالمي في كاس الرابطه. ما علينا يعني. ماتش تحس ان اللعيبه رجلها تقيله من ساعه ما رجعت من كاس الافريقيه، وتحس ان هما بيلعبوا في الادغال. طبعا مقارنه استاد برج العرب بالملاعب اللي كانوا بيلعبوا عليها في المغرب، ملاعب عالميه الصراحه. انا اسف يعني على الفوطه وعلى الهزار اللي انا عملته على الفوطه ده، كان هزار يا جماعه، ما حدش يزعل، لان جالي رسائل بالهبل في الحوار ده. عادي يعني، ما احنا بنكسب بالزبق الاحمر وبالسحر. ما علينا انك تطلع من مود المنتخب لمود الاهلي والتصوير والفار والحوارات دي. اي نعم الفار ما كانش موجود قوي، تجي لك كده صدمه حضاريه. رجعنا تاني لافريقيا، رجع النادي الاهلي اللعيبه في رجلها اكياس رمل. لعيب لعب بطيء في الشوط الاولاني، وفي اول ربع ساعه في الشوط الثاني. الفريق فيه اسماء كبيره. اخدت بالي من تشويح زيزو لتريزيجيه، تريزيجيه لامام. ما اعرفش، هنشوف ايه اللي هيحصل. الجمهور النهارده عمال يهمل هتافات كلها تلقيح يعني على موضوع ان احنا خسرنا صفقه الفخوري ده. يعني يا جماعه احنا عندنا 500 وينج بره اساسا. هو الموضوع مش موضوع ان احنا خسرنا صفقه، اكتر من ان بيراميدز علم على الاهلي للمره الثانيه في شهر، وان انت دلوقتي لازم تخلص في الصفقات بسرعه. نرجع للماتش، ماتش متوسط من الاهلي. تريزيجيه هو يعني طرزان الاهلي في افريقيا، جايب 5 تجوان في 3 مباريات، هو هداف دوري ابطال افريقيا. وزي ما انا قلت وبقول وناس كتير بتعترض، هو اعلى كواليتي داخل افريقيا. تريزيجيه لعيب كبير يا جماعه، هو ما عملش حاجه في بطوله كاس الافريقيه، تقريبا كان مصاب نص البطوله. لكنه لعيب كبير. النهارده جاب الار2 بتاعته في الجون الثاني العالمي. بص امام بيلعبها ازاي، بص امام بيلعبها ازاي. مزيكا في نص الملعب امام عاشور، ساعات بيبطئ الريتم. عشان كده تورب كان بيلعب بزيزو تحت راسين الحربة، لان الضغط بتاعه عالي مع مروان عثمان اللي النهارده لاعب مبشر جدا. يعني انت لو هتقارنه بمحمد شريف، محمد شريف ما بيعملش الضغط اللي بيعمله مروان عثمان، ما بيسقطش ما بيستلمش في ظهره. هو بس في كورتين جاله منه كده، كان المفروض 1 2 مع امام يلعبها على طول. في الكره اللي لعبها لتريزيجيه في الشوط الاولاني وما لحقهاش تريزيجيه، لا لعيب فيه منه شغل وما جاتلوش ولا فرصه. يمكن لو كان استنى شويه وجات له الفرصه اللي جات لجراديشار دي كانت تتحسب له. طبعا عايزين مهاجم، مش ده المهاجم الاجنبي. انا ما جبتش مهاجم اجنبي وادفع له 1.5 مليون دولار، 1.5 مليون في السنه، وهو بيضيع كميه الفرص دي. انا فاكر لما كنت في ماتش بورتو ضيع فرص كتير، ضيع فرص كتير. وانا بالنسبه لي الصدمه اللي في الماتش مش سوء الاداء، الصدمه بالنسبه لي يا جماعه نزول طاهر محمد طاهر. انت مشيت محمد عبد الله وضحيت بعمر سيد معوض اللي هتركنه في الاخر، هتطلعه السيراميكا هيكون وصل 22 23 سنه، وهتضيع على مصر موهبتين شبه محمد عبد الله وعمر سيد معوض علشان تلعب طاهر محمد طاهر. وعندك بره حسين الشحات منزله اخر 3 دقايق، وكمان بن شرقي ما بيلعبش. ده هيحصل عندك مشاكل على فكره. وطبعا ده غير احمد عبد القادر اللي مش راضي يجدد ورايح بيراميدز او الزمالك اخر السنه. فانت كون ان انت كنت عايز تجيب الفخري ده ولا اسمه ايه من الاردن، ما كانش هيلعب، ما كانش هيلعب. حتى لو كنت هتدي له 400 الف دولار اللي انت كنت بتقول عليهم، اولادك اولى بالفرصه. محمد عبد الله اللي كنت اتمنى يطلع فرنسا، وعمر سيد معوض اولى بالفرصه. انت محتاج مهاجم، انت محتاج نص ملعب مكان ديانج. ديانج اللي بالاخر بيقول لنا سيبوني اخلع بقى، الراجل عايز يروح فالنسيا. اتمنى ان هم ما كانوش بيتفرجوا على الماتش ده، لان ديانج عامه حتى وهو في احسن حالاته في الماتشات المقفله مش هيفيدك. هو يفيدك في الماتشات الفرق القويه اللي بتضغط عليك، هيبقى فيه مساحات يطلع على الجناب. محمد بن رمضان، ايه اللي جرالك يا محمد؟ ايه يا بن رمضان؟ ايه يا عازف الناي مالك؟ الراجل ناسي الكوره، الراجل مش قادر يجري. ما علينا، ماتش حلو. مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي طبعا محمد هاني. محمد هاني النهارده وصل للمساهمه رقم 30 ليه، ده جون رقم 30 اللي يصنعه. طبعا رقم قليل بالنسبه لسنه، لكن معظم الاهداف اللي صنعها في الفتره الاخيره. الراجل رفعته اتغيرت جدا. انا بقول يعني تمرينه مع زيزو حسن له الرفعه،
بطريقه او باخرى. زيزو النهارده ما كانش في الفورمه قوي، لكن في الشوط الثاني لما اتفتحت مساحات ظهر. هو ما بيعديش واحد على واحد، ما تستناش زيزو يعدي واحد على واحد، لكن كان عمل كي باس للكره بتاعت امام اللي صنعها لتريزيجيه، اللي كان متالق جدا النهارده رغم انه ما ظهرش قوي الشوط الاولاني. هو الماتش ما فيهوش اكتر من الكلمتين دول يا جماعه، الماتش ما فيهوش اكتر من الكلمتين دول. مبروك للاهلي، عندنا ماتش في الدوري وبعد كده هنطلع تاني على تنزانيا. اتمنى ان احنا نتعادل على الاقل هناك، لان بالمستوى البدني اللي انا شايفه ده، لكن تألق شوبير اتمنى ان شوبير بقى يكمل، لان الكلام بيقول ان هو هيلعب ماتش وماتش. يا جماعه شوبير يكمل، اصنع بقى جون جديد، عنده 25 26 سنه، لسه قدامه وقت، خليه بقى يغلط وهيغلط. يعني انا مثلا من الحاجات اللي انا باخدها على شوبير، جسمه مش في نفس طول وعرض محمد الشناوي، وبالتالي الكوره اللي بتتشاط في المقصات ممكن ما يجيبهاش. افتكر كده محمد الشناوي زمان لما كان بيطير ويطلع كور من المقصات قدام جنوب افريقيا قدام اوروجواي، لا كان جون جامد، كان جون جامد في الكور دي بالذات. انما هو في العرضيات طول عمره ضايع، ودي بيتميز فيها شوبير عن الشناوي. وبالتالي احنا عمالين نطبل لشوبير دلوقتي، لكن هيغلط، وانا بقول اهو من دلوقتي نستحمل شوبير، نستحمل شوبير، وبلاش نرفع اللعيب السما فوق قوي او نهبده سابع ارض تحت قوي. ياسين مرعي عمل ماتش حلو طبعا. ياسر ابراهيم يعني هو نجم الدفاع في الاهلي ومنتخب مصر. هتلعب عمرو الجزار امتى؟ هادي رياض امتى؟ لو تممت الصفقه. مستنيين المهاجم، لان انا احساسي كده الاهلي هيطلع صفر السنه دي. انت عندك الدوري وافريقيا، وبيراميدز سابقك ب4 نقط، وبيراميدز عمال يقوي نفسه، شكلها السنه دي كده صفر. وافريقيا ما اعرفش، لسه عندك سان داونز والترجي، ولسه عندك الجيش الملكي المغربي، ولسه عندك بيراميدز نفسه اللي ممكن تقابله في الطريق في السكه. فان شاء الله ربنا يسهل. وطبعا شكرا للمشجع اللي كان لابس تيشيرت الزمالك، ادانا تميمه الحظ وفزنا بالمباراه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وكومنت وغز الجرس، وسلام.